كنت تعرف ان في حالات وفاة كتير متسجلة عالميا بسبب تشغيل تكييف العربية لمدة طويلة والعربية واقفة في مكان مقفول؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده. كمل بقى معايا الفيديو وانا هقول لك ليه. ناس كتير في الصيف ومع درجات الحرارة العالية بتركب العربية وتفضل مشغلة التكييف زي ما انا عامل كده دلوقتي، خصوصا لو هي مستنية حد. والفترة اللي فاتت قريت الخبر الحزين ده، انه للاسف ده حصل في مصر لبنت في ثانوية عامة. النور قطع عليها ونزلت تذاكر في العربية وهي مشغلة التكييف واتخنقت وماتت. ربنا يرحمها ويصبر اهلها. خلينا متفقين انه اصلا في دول زي امريكا بتاخد مخالفة لو انت واقف في الشارع ومدور العربيه من غير ما تتحرك، علشان ده بيلوث البيئه. طب ليه ممكن حاجه زي دي تؤدي للوفاه او الاختناق؟ كلنا عارفين ان العربيه بتطلع عوادم وغازات ضاره وهي شغاله، والغازات دي زي اول وثاني اكسيد الكربون. تخيل كمان في حاله ان العربيه دي علبه البيئه بتاعتها مش شغاله بكفاءه او اصلا متشاله، هتطلع غازات عامله ازاي؟ فلو انت واقف في جراج او في مكان مقفول ومدور العربيه ومشغل التكييف، الغازات دي هتبدا تتسرب لك لجوه العربيه. ومحدش يقول لي الازاز مقفول، لا، انت مش راكب مركبه فضائيه، بيبقى في فتحات تانية في العربيه الهواء بيخش منها. دي عربيه في الاول وفي الاخر. وغاز اول اكسيد الكربون بالذات، الغاز السام ده، بيأثر عليك بشكل مفاجئ، وكمان بيخليك تغيب عن الوعي، ومش بتقدر تتحرك ولا هتقدر تتحكم في تصرفاتك. وده بالظبط اللي حصل مع كل شخص عمل الحركه دي وتوفى في الاخر بسبب ان اغمى عليه وبعدها اتخنق ومحدش لحقه. وممكن تعملوا سيرش على جوجل لو انتوا مش مصدقين. الخلاصه، حاول على قد ما تقدر ما تدورش العربيه وانت واقف في مكان مقفول، ولو مضطر تعمل كده اعمل كده في الشارع او في مكان مفتوح وتهويته كويس زي ما انا عامل دلوقتي. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو، وابعته لكل الناس اللي تعرفهم عشان يخلوا بالهم. ربنا يسترها علينا وعليكم.